الله وبركاته. اهلا بكم بقناتي سلمى وصفات مصريه. ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقه عمل كفته داوود باشا او كفته بالصلصه. كالعاده طبعا كنت مصوره لكم المقادير. طبعا التليفون فصل، فانا طبعا حطيت كل المكونات على بعضها واقولها تاني. احنا معانا هنا الكفته داوود باشا نص كيلو لحمه مفرومه، وبصلتين مبشورين، 4 معالق بقسماط، وعندي انا بقى زودت عندي اضافه بطاطسيه صغيره كده نيه فرمتها مع اللحمه. تحب تضيفيها تضيفيها، ما تحبيش خلاص. وطبعا البهارات بتاعه الكاري، ملح، فلفل اسود، كمون، حبهان مطحون، كل البهارات الحلوه اللي تحبي تحطيها في الكفته. طبعا هنبتدي نصبعها، هنبتدي نكور الكفته كده بالطريقه دي. هنا صينيه مدهونه زيت، بس انا بقى ايه هضيف لها اضافه ان انا هحطها في دقيق عشان ما تفكش مني وانا بقليها اهو. في دقيق كده بسيط خالص كده، تعفريها بدقيق خفيف كده. ولو عايزه تحطي للخلطه دي خلطه الكفته كزبره خضراء او بقدونس تبقى كويسه عادي، بس انا هكتفي ان انا مش هضيف لها حاجه الا البطاطس اللي انا حطيتها. التوابل ان شاء الله هكتبها لكم، والطريقه هكتبها لكم ان شاء الله على في الفيديو او في صندوق الوصف. كورها بالشكل ده كده. انا هعمل معاها ان شاء الله مكرونه سباكيتي، او ممكن تعملي معاها رز ابيض بالشكل ده كده. تصبعيها كده في الدقيق كده بسيط كده، تعفري يا دوبك كده. نكمل الباقي وارجع لكم. نصبع كفته بالشكل ده. انا بكده قسمت الكفته 2، دي هعملها بالصلصه ودي اللي هعملها مشويه. طبعا هنا توفير، طبعا ان انت مثلا هنا من نص كيلو طلعنا وجبتين، ده اسمه توفير في حد ذاته. ان انت يعني النص كيلو ممكن تعمليه وجبتين، بتزوديه بحاجات يعني تكون ممكنه زي البطاطس دي برضو، البصل، بيطلع منك وجبتين حلوين تستفيدي منهم ان شاء الله. دي انا هحطها في الفرن، ودي هنبتدي نقليها مع بعض. هنا معانا زيت، احط زيت على سمنه اللي هقلي فيهم الكفته، بس هي تسخن شويه عشان الكفته ما تلزقش بالطاسه بالشكل ده. يعني الزيت ده الباقي ده انا هعمل فيه الصلصه بتاعه المكرونه والكفته. بسم الله. لازم يكون سخنه شويه عشان ما تلزقش. حمر الكفته مع بعض اهي، الحمد لله ما فكتش ولا حاجه، عشان انا حطيت لها دقيق كغلاف ليها. وكمان لازم الزيت زي ما قلت لك بيكون سخن. نبتدي تحمير بقى، وخلص التحمير ونعمل الصلصه بتاعه الكفته. طلعتها في الصينيه دي اللي هدخلها الفرن. هنا طبعا مطرح ما قليت الكفته حطيت توم. الصلصه دي هتكون للمكرونه وهتكون للكفته. اقلب كده شويه توم، بعد كده اضيف الصلصه، بس لما ريحته تطلع شويه كده نجيب الصلصه واتبلها بقى بالتوابل بتاعتي وهوريها لكم بعد ما تخلص. انا ضفت هنا كمون وكاري، فلفل اسود، توابل اللي هي البهارات، اقلبهم شويه كده مع بعض. انا ضفت لهم كمان الملح. هنبتدي نحط بقى على الكفته بتاعتنا، ندخلهم الفرن. انا دخلت الكفته الصوابع التانية، هنحط كده بالشكل ده. دخلت الصوابع التانية دخلتها الفرن، ودي هدخلها الفرن كده. تغطيها بالشكل ده كله بالصلصه. والصلصه دي طبعا انا هعملها للمكرونه، هحط عليها شويه او اطفي عليها. بس ادخل بقى الصلصه، ادخل الكفته داوود باشا الفرن وهوريها لكم ان شاء الله. هندخلها الفرن ان شاء الله مع بعض وهوريها لكم لما تخرج. بس انا خرجتها من الفرن كفته داوود باشا.
والكفتة التانية الكفتة المشوية خلاص خلصوا معايا، والمكرونة اهي خلاص خلصتهم. ان شاء الله هنقدمهم مع بعض. عرفنا مع بعض خلاص الكفتة. كفتة داود باشا. وعملت معاها مكرونة، ممكن تحطي عليها المكرونة كده وتاكلي، وممكن كده تاكليها بالعيش. وادي طبق الكفتة اللي احنا طلعناه تاني من النص كيلو. احنا عملنا نص كيلو كفتة داود باشا، وعملنا منه كفتة مشوية. ان شاء الله تعجبكم الوصفة بإذن الله. بشكركم جدا للمتابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.